الناس اللي عم تسالني وين هالغيبه؟ لو عندك اب عنيف مثل ابوي ما راح تسالني هالسؤال. لك امبارح الساعه 2 بالليل عم تعبان القهوه الجاهزه. لك ابوي بيشرب القهوه وبينام، فمرات القهوه غلط. لك والله ما يدرى فيك ما صنع القهوه لا يرفع عليه قضيه تحرش. على الطريق راح نشتري قهوه لحقنا كلب لعبنا نحن وياه سباق 40 متر حواجز. كلب يعني الكلب دش الكلب ولحق لي انا انسان شافوني انا انسان. بعد هود كبير وصلنا قلت له معلم بعد اذنك قهوه ساده. طلع في هيك نظره بتتكلم جد؟ انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ترى الزلمه شغلنا ما كنت القهوه نسوي القهوه، هو يبوس اجره ولا يبوس ايده؟ مشان ابوي ما يفضى عرضنا. رجعنا على البيت لك انتوا كلاب، انتوا تصيروا زلم، انا ما فيني اعتمد عليكم، لعنة الله عليكم. ماشي تعالوا شو طلعنا بكر البغدادي انا. المهم اشتري فنجان قهوه بقى فراطه، قلت له اعطيني ارخص شيء عندك، جا اعطاني برهوم مع الراوي. قلت ما زال برهوم مع الراوي رخيص وبهالفراطه هاي خلونا نخلط شوي. معجزة من معجزات العالم حرفيا. سوريا تحررت تماما. تحررت من مين؟ من ظلام ومجرمين. اللي صار حرفيا هو تغير تاريخي جذري بتاريخ سوريا كلها. أخيرا صرنا قادرين نحكي ونعبر ونعطي رأينا بأي شيء. جاء التكويعة فهو قبل الحدث زي ما اسمها كوات التكويعة، فهو انت قبل شهرين كنت منزل فيديو بتاع السياحة بسوريا قبل سقوط النظام يعني. كنت انزل على بلدي سياحه لانه انا كنت محروم كثير من هاي الناحيه. حرام وكان نص الشام ما عم يحسن يحكي وبشار اسد فوقه بالبارود ما عم يحسن يحكي. يا حرام حرام حرام. برهوم انت ما كنت بدبي، انت كنت نص الشام وحاطين بوارد براسك يوم بشار اسد تشغل فيديوهات تبعيتك يعني اي حركه راح يسحبوك. يا حرام مضغوط مع راوي شغل تحقيقات كنان يعني الزلمه حيادي. قال اذا سقط النظام انا مع الجيش الحر، سقط الجيش الحر انا مع النظام. يعني الزلمه حسبها صح يا خويي. انت قبل ما يسقط النظام انت كنت بحضنه. برهوم انت كوعدتك ويعرف في البرو ماكس 15 كاميرا. حب انت بعد ما سقط النظام صرت منزل 7 فيديوهات تستغل دم الشهداء وبتطلع تافه السوريين بطريقه قذره بس مشان مشاهداتك. في اسامي كثير بالسوشيال ميديا لو ما الثوره السوريه ودم شهدائنا ما كان له اسامي خالص بمجال السوشيال ميديا. كثير عبالي افتح بودكاست واحكيها لانه حرفيا انا كنت عايش بكتمان. كنت اتمنى بانه اطلع احكي اللي بدي. نحن هون عم نسوي محرك ونفضل عرضه بشار الاسد. السوريين هذا سكت وهذا خرس وهذا ما استقدر يحكي وهذا كتب وهذا ما استقدر يطلع على الجبهات. كيف كنا انتصرنا؟ نفكر كنا انتصرنا باشكالك القذره؟ ما بيعني انك تكون رمادي اصلا. مفهوم الرمادي هذا الكلب يلي طالعينه. سلام ما كنت تستدي تحكي بس راسة السبعه الرماديه ما انت منه فيهم رمادي. مرحبا كيفك شو الاخبار؟ أهلا وسهلا. انت كنت اسم معروف بمجال السوشيال ميديا وبعد ما سقط النظام صرت تهتف يلعن روحه لحافظ. ما انت يلعن روحه ايه ما انت كنت منه فيهم مسرح ما كوتك تكويعه. اعطيني. أنا ما كوعت، كنت بدبي ما كنت استرجي أحكي وأنت بتعرف شو الموضوع. كان عندي قطعة أرض من وراء التشبيح بنص دمشق وكنت خايف عليها، وكان عندي قطعة أرض بنص حلب خايف عليها مع الراويلو، خايف على قطعة أرضه. بعد ما سقط النظام صرنا بدل ما السحجوخ ونبيض وجه. يعني انت كنت تعمل سياحه يعني شفناك اكثر من مره تعمل سياحه. انا كنت انزل اشوف سيادته كثير يعني بنص الشام. ايوه يعطيك هدايا بتوقع. لا ما كنت اشوفه. كنت احكي اهتف عليه بس اطلع دبي اهتف عليه اسبه بس ما بالكاميرا. بعد الكاميرا اسبه. انا وقت انزل ما اسبه بس طلعت في الكاميرا اسبه. وشفنا اعطيك كثير هدايا يعني بسيادته. اعطاني قطعه ارض لا ما اعطاني شيء. هو اعطاني بس ما اعطاني.